السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فطير مشلتت جميل جدا في الطاسة مش في الفرن. وزي ما انتم شايفين ازاي طري جدا جدا وطعمه جميل ومورق وبجد تحفة قوي. انا مش هعمل كمية كبيرة، انا هعمل يا دوبك فطيرتين بس، لاني انا كل يومين كده بعمل لحمة ابني هم فطيرتين بس، وانا واقفة كده بعمل شغل البيت بيخلصوا معايا على طول، وهتشوفوا معايا قد ايه ما بياخدش اي وقت خالص. عشان بس ابني بيحبه قوي ولازم كل يوم يكون فيه فطير موجود عندنا في البيت. فانا هعمل النهارده بقيه الدقيق اللي كان موجود عندي، هعمل بيهم، هما كانوا 4 كوبايات من الدقيق. هعمل بيهم النهارده فطيرتين على الطاسه، وهتشوفوا كده معايا قد ايه سهل وجميل وما بياخدش معانا اي وقت خالص. كل اللي انا هحتاجه الدقيق اللي موجود عندك او الكميه اللي انت محتاجاها. انا بالنسبه لي دول 4 كوبايات من الدقيق، يعني اقل من النص كيلو كده بشويه هما اللي كانوا موجودين عندي. وهحط ربع معلقه او نص معلقه صغيره من الملح، وميه من الحنفيه عادي خالص، بس هي دي كل المكونات بتاعتنا. حطيت الاول كده كوبايه كامله من الميه، والكوبايه التانية هحط منها كده شويه بشويه. انا حطيت في الاول بس كده نص كوبايه، ولو لقيت الدقيق بتاعي محتاج ميه تاني هحط شويه بشويه. طبعا احنا عارفين ان كل نوع دقيق بيختلف عن غيره، في نوع بيشرب سوائل ونوع لا. لميت كده العجينه معايا، واول ما اتلمت خدتها كده على الرخامه وابتديت اعجن فيها كده شويه محترمين. ودي حاجه من اسرار نجاح الفطير يا جماعه، ان لازم العجينه تتخدم كويس جدا جدا في العجن، لازم نفضل نعجن فيها لحد ما تبقى ناعمه كده وطريه معانا. يعني بصوا العجينه هنا ايه، لسه خشنه، شايفين خشنه ازاي كده؟ لا لسه محتاجه عجن كتير كمان. فانا هسيبها كده، انا عجنت فيها حوالي 5 دقايق، سبتها كمان دقيقه كده على الرخامه ترتاح شويه، وبعد كده هكمل فيها عجن. وده برضو بيسهل علينا انها ما تاخدش معانا وقت، ان انت تسيبيها ترتاح شويه وبعد كده ترجعي تعجني فيها تاني. هبتدي اعجن فيها كده كويس زي ما انتوا شايفين. لو هتفضلي تعجني فيها كده مده متواصله يبقى ربع ساعه مش اقل من كده، علشان تاخدي بس شويه فطير كده حلوين. طبعا انتي لما تعملي مش اكيد ما هتعملي كميه اكبر شويه يعني. فضلت اعجن فيها كده واديها كده بالبوكسات، فشيت غلي فيها يعني لحد ما تنعم معايا خالص. انا عايزاها ناعمه خالص وبتمط كده معايا وليها عرق. خلاص كده هي كده تمام قوي معايا، هوريها لكم دلوقتي نعمت معايا ازاي. ولما بشدها كده بتتمط معايا ومش بتتقطع. خلاص كده هلمها كده، هكورها واحطها تاني في الطبق اللي كنت بعجن فيه، وادهن كده وشها بشويه من الزيت. الزيت بيسهل معايا ان العجينه ترتاح بسرعه، وكمان علشان وشها ما ينشفش. هغطيها بقى كده بكيس بلاستيك، واسيبها بقى لحد ما اخلص كل شغل البيت اللي ورايا، وبعد كده ارجع لها تاني. هتسيبيها نص ساعه، هتسيبيها ساعه ساعتين، مفيش مشكله خالص. كل ما العجينه ارتاحت كل ما اديتك نتيجه جميله جدا. خلاص كده انا اختبرتها، حطيت كده، انا غزت صباعي فيها، وطالما العجينه ما بتردش تاني يبقى كده هي ارتاحت معايا قوي. انا طبعا قلت لكم ان اعمل بس فطرتين بال4 كوبايات الدقيق دول. قسمت العجينه كده نصين، وهبتدي دلوقتي بقى اكورها. هتاكد بس ان الاتنين قد بعض او مقاس واحد. شايفين؟ بصوا بوريكم الهواء اللي داخل جوه العجينه، ده معناه ان العجينه بتاعتنا هتبقى مورقه وكمان ارتاحت وناعمه في منتهى الجمال. خلاص كده هغطيها بس كده برضو بكيس، وهسيبها بس حوالي 5 دقايق مش اكتر. بعد بقى ما عدى ال5 دقايق فضيت خلاص كده الرخامة ونضفتها كويس، وهبتدي ادهن خفيف جدا كده بالزيت. ما تكتريش زيت قوي تحت الفطير علشان ما يزحلقش معاكي. يعني لو كترتي زيت كل ما، مع ان العجينة تبقى مريحة، بس كل ما تفرديها هتلم معاكي، لان الزيت تحتيها كتير، وكمان كتر الزيت بينشف الفطير معانا. المادة الدهنية هنا معايا دي سمنة بلدي على سمنة نباتي. انا استكفيت بالزيت اللي انا حطيته من تحت في العجينة، وما حطيتش مع السمنة زيت خالص. كتر الزيت بينشف معانا الفطير. وابتديت بقى افرد كده بالراحة خالص واشدها كده لبره. بصوا العجينة طرية معايا جدا وناعمة وجميلة بجد، حلوة قوي. اهم حاجة بقى يعني تخلي بالك منها هي الطروف، ما تخليش الطروف تخينة. تحاولوا دايما كده تفردي من عند الطروف. ببتدي افردها كده على طول بكل سهولة. عايزة اقول لكم ان دي طريقتي انا، ما بغيرهاش خالص خالص خالص، بالرغم ان في طرق كتيرة طلعت جدا للفطير. في ناس استسهلتها، لكن بصراحة انا شايفة ان دي اسهل طريقة بالنسبة لي، طريقة الفلاحين وطريقة الفطاطرية. ما اعرفش، ما حبيتش خالص الطرق التانية ديت، مع احترامي لكل اللي عملوها يعني، بس انا حاسة ان دي طريقة سهلة بالنسبة لي. بعد ما فردتها كده كويس ابتديت بقى ادهن، ارش عليها كده السمنة، وبعد كده بطويها كده زي الظرف او زي المنديل زي ما انتوا شايفين كده.
وكل ما بطوي ناحية بدهن برضو عليها كده من السمنة. يعني اتنيها زي ما انتي عايزة، وكل ما بتتنيها اكتر كل ما هتديكي طبقات وتوريق اكتر. بعد كده ببتدي ألمها بقى كده، وبرضو كل ما بلم حتة بدهنها كده علشان تبقى مورقة معايا من جوه. خلاص كده هلمها كده كلها بالمنظر دوت. وبعد كده هحطها بقى في اي حاجة برضو مدهونة خفيف جدا بالزيت. وابتدي بقى دلوقتي اعمل التانية، الفطيرة التانية زيها بالظبط. وانا بفرد كده بحط خفيف كده بالسمنة علشان تسهل معايا عملية الفرد، تسهل معايا جدا انها تتفرد. والله العظيم ما خدوش معايا اي وقت خالص. بصوا يعني مش عايزاكم تخافوا من العجينة خالص، في ناس بتستصعب الموضوع قوي مع اني شايفاه سهل جدا، والله العظيم سهل جدا. واحدة واحدة ايدك بتتعود عليها وبتطلعي من ايدك احلى فطير. والله لما تعمليه بنفس الطريقة دي كده وتدوقي طعم الفطير وجماله، كل يوم هتعملي، يعني كل يوم عندك ان شاء الله حتى كوبايتين دقيق هتقومي تعمليهم فطيرة. شايفين انا بحط ايدي كده من جوه بشد لبره وبورق، والعجينة ما شاء الله جميلة جدا ومتقطعتش معايا وزي الفل معايا علشان سبتها ترتاح كويس. برضو كل ما تسيبي العجينة بتاعت الفطير ترتاح مدة طويلة وكويس برضو تديكي نتيجة ممتازة جدا. تمام كده خلاص كده بعد ما فردتها بطويها، حطيت برضو عليها كده السمنة وبطويها، وكل ما بطوي كده او بتني حتة بحط برضو بدهنها كده بالمادة الدهنية. خلاص كده اهي بعملها زي الظرف. وبعد كده ببتدي اتنيها برضو كده المها كورة معايا عشان تطلع بس الفطيرة معايا تطلع مدورة. طبعا انا دلوقتي بقى لما خلاص امسح الرخامة بتاعتي بقى، وطبعا انا دلوقتي دول هغطيهم برضو عشان وشهم ما ينشفش. عايزه اوريكم الهواء اللي داخل جوه الفطيرة. معناها ان العجينة بتاعتنا ناجحة جدا. على بقى ما امسح الرخامة واظبط الدنيا واجيب الطاسة واسخنها يكونوا ارتاحوا معايا، لان احنا لازم نسيبهم برضو يرتاحوا حوالي كده 5 دقايق. بعوص ايدي بس كده، انا سبت الطاسه كده تسخن وبعوص ايدي بالسمنه، وببتدي افرد كده اول واحده انا عملتها. بصوا الهواء اللي داخلها معناه ان العجينه بتاعتنا ممتازه جدا. مش عايزين بقى واحنا بنفرد ان احنا نرققها قوي قوي. طبعا تقدري نفس الطريقه بالظبط تعمليها في الفرن، بس انا بحب بتاعه الطاسه بتديني نتيجه افضل وكمان سريعه. بصوا حته السمنه الصغنونه خالص اللي انا حطيتها في الطاسه ديت مش هنكتر عن كده. واول الطاسه كده ما تسخن معايا هبتدي دلوقتي اخد الفطيره واحطها فيها على طول. ظبطي دنيتك بقى كده اول ما تحطيها، ولازم يا جماعه الطاسه تكون سخنه، ما تحطيهاش على يعني ما تحطيهاش والطاسه تكون بارده. صدقوني فطير الطاسه احلى واجمل واسهل بكتير من الفطير بتاع الفرن، جربوها وهتدعولي. طيب انا مش هخليها بقى تستنى يعني مش هسيبها لما تاخد لون. انا يا دوبك بس احس ان هي اتشمعت اروح قلبها على الناحيه التانية. بقلبها كده حوالي مرتين او 3 او اكتر كمان علشان تستوي معايا من كل ناحيه. لو سبتها لحد ما تاخد لون وبعد كده قلبتها هحس ان هي من جوه عجينه ومش مستويه كويس، هي ابتدت تتنفخ معايا. لو لقيتوا الفطيره بتاعتكم بتتنفخ كده معاكم وهي على النار، اعرفوا ان الفطيره هتطلع مورقه من جوه وجميله جدا. زي ما انتوا شايفين اهي يا دوبك بس اقل من نص دقيقه وبروح قلبها على طول. وبفضل كده الفها برضو عشان تاخد من كل حراره الطاسه كلها. طيب احنا المره دي ما حطيناش سكر خالص على العجينه، علشان السكر بيخلي العجينه تاخد لون بسرعه، واحنا مش مسوينه في الفرن، احنا حاطينه على عين البوتاجاز، فاحنا مش عايزينه ياخد لون بسرعه ويبقى لسه من جوه ني. عشان كده احنا ما حطيناش سكر المره دي. برضو بيبقى طعمه جميل جدا في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده بفضل اقلب فيها كده واحركها كل شويه، وافضل اقلب فيها لحد ما تديني اللون الروعه اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بصوا منفوخه والله زي رغيف العيش. تمام كده كده خلاص معايا تمام. هبتدي اطلعها. شايفين كان في حته كده فطيره باقيه من الطبق في الطبق اللي انا طلعت فيه، كانت باقيه من امبارح. قبل الفطير ما يخلص لازم اكون عامله له فطيرتين كمان. بالف هنا وشفا يا رب عليه. خلاص كده بشيلها وبحط اللي بعديها على طول. الموضوع كله ما خدش وقت خالص. نفس الطريقه بالظبط. بص منفوخه ازاي، نفس الطريقه بالظبط طبعا بعملها في الفطيره التانية.
برضو هي يعني سواء كان في الفرن او على عين البوتاجاز في الطاسه ما بتاخدش وقت خالص. بس بجد انا بحب قوي فطاير الطاسه عن فطاير الفرن، بتطلع طريه جدا وبتبقى بجد واخده كده لون جميل جدا وبتبقى حلوه، يعني بجد بتبقى حلوه. ريحتها كانت تجنن بصراحه. شايفين منفوخه ازاي؟ بفضل اقلبها كده، يعني كل شويه بقلبها علشان تستوي معايا كمان من جوه وتاخد لون كده حلو. عايزه اقول لكم ان النار ما بتبقاش عاليه قوي، النار بتكون متوسطه، يعني متوسطه مايله للعاليه، مش واطيه، علشان الفطير ما ينشفش معاكم. خلاص كده طلعتها بقى وهي سخنه على اختها، وطبعا كل اللي بتطلع انا بغطيها. شايفين الفطير جميل ازاي؟ بغطيها كده علشان خاطر بعد كده تكون طريه معايا. بصوا بقى دي فطيره انا لحقتها من احمد ابني، كان قاطع منها حته وقلت له استنى لسه ما كملتش تصوير. بصوا الفطيره طريه ازاي وجميله، بجد تحفة جدا جدا جدا. جربوها فطيرة الطاسة، تحفة وجميلة ومش تاخد معاكم اي وقت خالص، وبألف هنا وشفا عليكم يا رب. وبصوا والله العظيم الورق اهو تعدوه بالواحدة اهي، مورقة جدا اهي، تعدوها كده بالواحدة. بألف هنا وشفا، واتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، واتمنى تجربوا الطريقة عشان ان شاء الله بإذن الله متأكدة ان هي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.